النهارده هنعمل الكماج. الدقيق هنحط عليه حبة سكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنحط حبة ملح. حطينا الملح، حطينا السكر، ومعاه قشطة او زبدة. وبعد ما حطينا القشطة هنحط حبة زيت، وهنحط اللبن عشان نعجنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما حطينا القشطه وحطينا اللبن وحطينا الزيت هنبتدي نعجن. ودلوقتي هنحط الخميره، هندوبها معانا. أنا الرحيم اشرب شرابك ما فيش عذابك، ما عذاب إلا عذابك آخر حسابك. سيدنا محمد كيالك بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. الإسلام اللي فيك يظهر ويبان يا النفوس يا بركتك يا ست نفيس. النبي فات عليا وعجيني بين ايديا قال لي الشهد يا صبية، قلت اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. زيد في لقانك كما زدت في ودانك اخر حسابك. سيدنا محمد كيالك بالصلاة على حبيب النبي يا عين الايمان والاسلام اللي فيك يظهر ويبان يا نفوس يا بركتك يا ست نفيس. النبي فات عليا وعجيني بين ايديا قال لي الشهد يا صبية، قلت اشهد لا اله الا الله واشهد رسول الله. ليه بتقولي كده يا تيت؟ هما من زمان كده الجماعة الكبار الحلوين دول اللي فيهم البركة كانوا بيقولوا كده وقالوا لنا قولوا كده. أول مرة اتعلمنا أسمع. منهم. كده خلصنا عجين. وعشان تعرفي عجينك ناجح لازم ايدك تبقى نظيفه كده من العجين، والطبق او الحاجه اللي انت بتعجني فيها تبقى نظيفه، ما فيهاش ولا عجين ملزق في الجناب ولا دقيق باين مننا اهو. العجين زي الفل قدامنا. هنسيبه يخمر، هنغطيه بحاجه وهنسيبه يخمر ساعه ونشوفه بعد ما يخمر واحنا بنخبزه. ده شكل العجين بتاعنا بعد ما خمر ما شاء الله. ملا الطبق هنقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. تلميها كده لما تقطعيها، ولازم نرش الحاجه اللي احنا نقطع عليها الرخامه او خشب او اللي انت الطبليه لازم ترشيها دقيق. نكمل تقريص الكماج ونبططه مع بعض بعد ما نخلص. وهنبطط الكماج، بنحط تحتيه دقيق، ما نقدرش نحط على الوش. بططيه معاكي البطاطا. ادي شكله معانا. تحطيه على خشبة او على صينية او على طبلية، وتحطي فوقيه طبقة قماش، وترجعي تحطي طبقة تاني تسيبيه يرفع معاكي تلت ساعة، وتولعي في فرن البوتاجاز او الفرن الخبيز وتسويه فيه. ادي شكله معانا. يرفع معاكي يعني يرتاح شويه وشربيه شاي وقعدي على الكرسي. يرفع معاكي يعني يرتاح، يعني يكمل خمر تاني، لان انت المفروض بتسيبيه مرتين، مره لما بنقطعه ومره لما بنسيبه يرفع شويه. العجينه معانا جميله ما بتاخدش في التخطيط اهي. كده هنكمل بقيه العجين اللي معانا وهنشوفه واحنا بنحطه في الفرن. ده شكل الكماج بعد ما خبزناه. ده شكل الكماج حطيناه في الفرن، وهنشوفه بعد ما نطلعه من الفرن شكله ايه. شكل الكماج بعد ما خلصناه لازم زي ما انا قلت لكم تسيبوه يخمر، وبنرجع تاني نقطعه ونبططه ونحطه على حتت
او على خشبه او على رخامه، اي حاجه المهم تسيبيه يرفع تاني معاكي وبعدين تخبزيه. وده شكل كده الكماج بتاعنا، زي اقول لكم ريحته حلوه قوي وطعمه جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. وده شكله من قلبه فتح كله وكله معانا قابل. وده كان فيديو النهارده.